حالكم حبايب ديالي؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ احوال طيبه؟ كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم واحد النوع اخر من حلويات العيد. غادي نحضر معكم الفقاص بالطريقه ديالي. صراحه كيجي رائع، ويعني ولا في المذاق ولا حتى في الشكل. دابا خليكم ندوز المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، عندنا هنايا المهم انا اول حاجه جبت عندي هنايا كاس العنبه د اللوز. المهم وضعته في الماء والمزهر. المهم شي حاجه د المزهر وشي حاجه د الماء باش كيرطب شويه. يعني هكذا غسلته عاد عملته في الماء وعملت المزهر. وعندنا كاس العنبه السكر سنيده. عندنا كاس العنبه زيت المائده. عندنا كاس العنبه ديال السمسم او الزنجلان. هذا يعني حمصته في الفران. وعندنا كاس العنبه ديال القرقاع. قطعته هكذا طريفات مهم كبارين شويه ماشي صغارين. وعندنا هنايا 5 البيضات خصهم يكونوا بدرجه حراره المطبخ. معلقه صغيره ديال النافع بلدي. وعندنا هنايا 2 ساشيات ديال نكهه الزهر يعني البرتقال. المهم هذا كيعطي واحد المذاق مزيون. وعندنا واحد ساشيه ديال سكر الفاني. وعندنا واحد الخماره من فئه 8 الغرام. والدقيق على حسب الخليط يعني هو ما هزنا. صافي دابا ندوزو للطريقه ان شاء الله. المهم اول حاجه غادي نجيب هذا اللوز. غادي نصفيه من الماء. ومن بعد غادي نبدا نخدم العناصر الاخرين. عاد ديك الساعه نكمل معكم. حاجه اخرى نسيت، قبيصه ديال الملحه، يعني ضروري كنعملوا ديك رشه الملح. دابا اول حاجه غادي نجيبوا الخلاط الكهربائي. غادي نوضعوا فيه 5 البيضات. بسم الله. نخبط هادشي كامل وغادي نرجع معكم. انا خلطت الخليط ديالي اللي عملت في الخبط الكهربائي مهم، وخويته هنايا في هذا القصريه اللي غنخدم فيها. دابا غنضيفوا الاضافات اخرين. بالنسبه للاضافات اخرين غادي نعمل انا كاس الزنجبيل هنايا محمص. نافع بلدي تقريبا هذا معلقه صغيره، المهم كيعجبني. هي العجينه ديالنا من بعد ما خلطتها كيجي القوام ديالها هكذا. يعني خصها تكون عجينه رطبه، ماشي خفيفه بزاف وماشي ثقيله، المهم تكون رطبه. المهم انا كان عندي كيلو الطحين هنايا، كان عندي معبور. المهم بقى لي هنايا 313 د الغرام. يعني يقول هز لي. المهم انا كانوا عندي 5 البيضات كبارين، هز لي 670 د الغرام. المهم كنعطيكم هذا القياس هذا، ولكن كيبقى على حسب النوعيه الدقيق وعلى حسب البيض اللي غادي تعملوه. المهم اللي كنقول لكم بان العجينه خص يكون رطبه، يعني هكذا رطبه ماشي قصحه مثلا نجيو نكبروها تكور هيدا بسهوله. هذا هو القوام ديال العجينه ديالنا. دابا انا غنجي غنحاول ما امكن نقسمو على 3. غنعمل 3 ديال الحرابل. علاش فزكنا داك اللوز بالماء وماء الزهر؟ باش كيرطبنا، باش ملي كيطيب الفقاص ونجيو نقطعوه كيتقطع بسهوله وما كيتفتتش معنا. المهم انا حربلت هاد الجوج، حربلتهم. المهم كيجيو بالقياس ديالهم. المهم هيدايا المهم كيجيو محربلين وكنتكيو عليهم شويه باش ما كيبقاوش هكذا مقبين. وخليت وحده غادي نشارك معكم كيف عملتها. صراحه كيجي مزيون في المذاق ومقوت فيه الزنجلان واللوز والكركاع وداكشي وساهل، يعني ما فيه شي شغل، ولكن كيجي غزال. يعني انا دائما عندي في اي مناسبه ضروري فقط يكون حاضر.
واحد البيضه، وغنزيدها شويه ديال قهوه سريعه الذوبان، وقطره ديال الخل ولا شويه ديال الحليب، وغادي نخدمها باش ندهن الوجه ديالها، وغادي نذوقو بلوز ايفيلي. كيبقى على حسب الاختيار، يا اما نعملو لوز ايفيلي يا اما خليوه عادي كتعملوا البيض وكدوزو عليه بالفرشيطه، يعني كتزوقوا. المهم كتعملوا ديك الخطوط صافي، تا هو كيجي مزيون. المهم على حسب المتوفر. ها البيضه ديالي خلطتها هي وقهوه سريعه الذوبان وقطرات من الخل ولا الحليب كما قلت لكم. دابا غندهنوا الوجه ديالي. بسم الله. صافي من بعد ما دهناه، دابا انا غادي نثقبو بهاد الباليو باش ما كيطرطقناش. صافي المهم انا كنعمل اللوز ايفيلي، كنحاول ما امكن نوزعو على هاد الحربول ديالنا كامل باش التقطيع يجي فيه كامل. اللوز ايفيلي ما يكونش عندكم محمص، حيت اصلا غيدخل الفران. المهم انا كباقي لي هنا شويه محمص شويه، المهم كملت به. احسن يكون خضر. المهم انا غنكملو كامل بالتزيين. وبالنسبه للفران ما غنسخنوهش، يعني غندخلوه الفران يكون بارد. الفران خصو يكون بارد باش هو كيسخن والفقاس ديالنا كيطيب باش ما يتشققش. وحاجه اخرى، مره نفتحوا الباب الفران، يعني باش ما كيجيش خاوي من الداخل وما كيجيش ملهوف، فهمتوا؟ يعني مره فتح داك الباب عاود شده. هذا الفقاس ديالي بالتزيين. المهم قلت غندخلو للفران. المهم يكون داك العافيه مهيله. المهم تقريبا هيدا شي 150 درجه، يكون مشعول غير من تحت حتى تشموا الريحه بحال اللي بدا كيطيب. شعلوا غير شويه من فوق، ما يتحمرش. المهم شويه غير يتشبر له الوجه ديالو، ما يبقاش عجينه. ودخلوها الباليوز هيدايا الا خرج ناشف صافي ديك الساعه كنخرجو حتى كنقطعو عاد كندخلو عاود يتحمر يكمل الطياب ديالو. وإلا كان المهم ما نساوش شي حاجه واحده، الفران كما قلت لكم ساعه فتحوا داك الباب ديال الفران غير شويه باش ما كيتفلحش وما كيجيش خاوي من الداخل. المهم انا دابا غندخلو الفران ويكون الفران بارد، يعني كنأكد عليها فران بارد ماشي سخون. صافي والفران كيسخن وهو كيطيب. والله يسخر. هذا هو الفقاس ديالنا من بعد ما طاب كيجي بهذا الشكل هذايا. المهم الوجه ديالو ما خصوش يتحمر، حيت الا تحمر مزيان بزاف ملي غنجيو نقطعوه راه غادي يتفتتنا. المهم خصو يطيب من تحت ومن هنايا غير يكشف اللون ديالو، يعني تجمع العجينه ما تبقاش العجينه خضراء. صافي ديك الساعه غادي نجيبو سلوفان وغادي نغلفوه بسلوفان باش كيعرق. باش ملي كنجيو نقطعو كيجي ساهل المهم كيرجع داك السخانه ديالو كترجع فيه وكيرطب. المهم غادي نخليها انا تقريبا واحد ساعه ولا جوج ساعات. ومثلا الا بغيتو تعملوه في الليل وبيتو حتى الصباح تقطعوه، المهم كيبقى على حسب الوقت ديالكم. المهم يكونش اقل من ساعه وصافي. خاصو تيبرد مزيان باش ملي كنجيو نقطعوه كيجينا ساهل. الفقاس ديالنا من بعد ما برد انا بديت كنقطعو، يعني كيجي بهذا الشكل هذايا. كيبقى السمك يعني ديالو نتوما اللي كتحكموا فيه، يعني واش رقيق ولا غليظ. المهم انا كيعجبني يكون القياس ديالو هكذا، ما غليظ ما رقيق. صافي. وحاجه اخرى، انا شعلت الفران ديالي سخون على درجه 150 درجه من فوق ومن تحت باش ملي نقطعوه غادي نوضعوه في الصينيه وغادي ندخلوه يكمل الطياب ديالو يعني ويتحمر. ومن بعد نوريكم الشكل النهائي ديالو. بسم الله. انا غادي نقطع هذه. بسم الله.
كيتقطع يعني بسهوله، ما كيتفتت، ما كيخرجوا كسور. ها المهم الموس خصو يكون ماضي وصافي باش يتقطعكم بسهوله. صافي انا غادي نكمل تقطيع الفقاس ديالي، وغادي نوضعوه في الصينيه وندخلوه للفرن، يكون الفرن سخون. صافي ديك الساعه نوريكم الشكل النهائي ديالو. هذا هو الشكل النهائي للفقاس اللي حضرنا هذا النهار، كيجي بهذا الشكل هدايا. كنتمنى انكم ما تنسونيش من لايك وتفعلوا الجرس، وكنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم. وملي تجربوا هذا الفقاس ما تنسونيش وتردوا عليا في التعاليق يعني كي جاكم، وباش تشجعوني ونزيد نعطي كثر باذن الله. صراحه كيجي رائع، غير من الريحه ديالو يعني كيشهي. ها يعني كيجي بهذا الشكل هذايا لوز ايفيلي هنايا، يعني حسب داك الخطوط يعني شكل مغاير، وتبارك الله كيجي فتي، يعني فتي وطايب وهشيش. وما نسونيش من لايك، وبصحه والراحه، والى فيديو اخر ان شاء الله.